طبعا رسالة سلام بعد نشر الشائعات واللي بتستهدف مصر، لكن وعي الشعب هو حائط الصد، واللي ظهر بوضوح في الوقفات التضامنية. معنا على التليفون لواء دكتور محمد مصطفى محروس، دكتوراه في علم الاجتماع الإلكتروني، وكان رئيسا لفرع غرب الدلتا للجرائم الإلكترونية. صباح الفل على حضرتك سيادة اللواء. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كانت رسالة سلام وواضحة جدا جدا امبارح في هذه القمة، واللي بتستهدف طبعا حل جذري للقضية الفلسطينية على نطاق دولي وواسع وواقع لابد ان يكون. طبعا يا فندم، هو احنا دايما سباقين بده، ومش من النهارده. احنا من سنه 48 واحنا في قضيه فلسطينيه بنحاول نحل القصه، لكن لظروف ما هي مش عايزه تحل بالطريقه سلمية. السلميه. بص يا فندم، طبعا هو الاهم بالنسبه لي موضوع الشائعات. في بيطلع، يعني انا عايز انبه بس الساده المستمعين ان في على السوشيال ميديا فيديوهات متركبه لحوادث قتل وقمع اكتر من اللي حاصله. في طبعا حوادث وفي ضربين مستشفى وحاجات كتير جدا، بس مش كلها واقعيه، مش كلها حقيقيه، ومش كلها مصدرها عربي. العدو بيعمل ده بشكل او باخر عشان يبدا يبث فينا روح الخوف والرعب. فلازم الناس تخلي بالها هي بتشير ايه، عشان ما بقاش انا الاداه اللي باذي بيها الاخرين. يعني ما بقاش انا الحد اللي بخوف اهل بلدي. دي حاجه. ما حدش ينقل اي اخبار غير لما يكون الخبر ده موثوق منه، لان اهم حاجه في الحروب ان اسمها الحرب النفسيه، ان انا ابدا احطم الناس من غير اي داعي. انا من شويه كنت في محاضره كده كنت بتكلم في نفس القصه، قلت يا جماعه الافلام بتاعت زمان بتاعت رامبو مش عارف الحاجات دي، كان بيطلع البطل يموت الفيلم كله والمشاهدين ويروح ما يتخربش الله. فبدأ ده يفهم الناس ان الجيش الفلاني الامريكاني او جيش قوي جدا لا يهزم. بس ده مش واقعي. احنا عندنا الحروب الطبيعيه اللي شفناها في حياتنا، حرب فيتنام مات ملايين الناس هناك وبلا طائل، وهي كلها طين وصاله. العراق نفس الكلام، افغانستان نفس الكلام. اقصد ان انا بعمل نفسي اعلام ان انا قوي جدا، في ده مش حقيقي. مع احترامي لكل الجيوش، انا ما كانش في جيش معين، بتكلم عن الاسد على مشاعر الناس. طبعا بيكسر عظم الناس قبل ما اهجم عليك. وده مش صح ابدا ابقى انا الاعلام اللي بيوصل ده. تاني حاجه وهي الاهم، ان احنا ما ينفعش ننشر اي اخبار ولا اي اراء داخليه على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا عندي راي في كذا او راي في كذا احتفظ بيه لنفسي. احنا في ظروف غير عاديه، ما ينفعش انا ابلغ اشتغل جاسوس مجاني. ما انا بقول اخبار عن بلدي عندنا ناقص كذا او زايد كذا او ده غالي او ده رخص، انا كده شغال جاسوس مجاني، وده مش صح. ما حدش ما يعتقد. احنا ترجمنا ده في الوقفات التضامنيه، ترجمناها. طبعا يعني دي كانت اهم من الاخبار، وان انا اشير الحاجات دي على المواقع. الوقفات دي حضرتك رغم ان هي مهمه جدا لينا احنا، بس العدو ما يهتمش بده. العدو عارف ان احنا 115 مليون، فهو يقول لك ايه، طب نزلوا قد ايه؟ 20 30 50، في 50 اقدر العب عليهم. اشتغل بقى عليهم بالحروب الالكترونيه دي. بالظبط، ابدا احطمهم واخليهم يحسوا ان هم بلا بلد، يعني ان انا ممكن اخش مصر في تلت ساعه، وده مش حقيقي. يعني يا جماعه معلش، احنا عندنا كده عقل. الناس خايفه من الحرب، مصر ما بتخافش من الحروب. ويعني دي حاجه طول عمر الواقع عارفينها، اللي هم كانوا واخدينه مترين في سينا وطلعوا في 6 ساعات، ما طلعوش في اسبوع. يعني ما خدوش بايدينا غلوه. احنا عندنا جيش قوي وعندنا بلد قويه وعندنا شعب قوي. ينقصنا الروح المعنويه العاليه، ويبقى عندنا ثقه في قياداتنا وثقه في جيشنا وثقه في تصرفاتنا اي مكان. انهم عايزين يلعبوا على هذه الروح. طبعا اللي هو شايف ان انت مكسره مش هكسرك. اي مكان عندنا مشاكل، المشاكل دي عندنا عند الناس كلها. يعني عندنا في اسعار غاليه، ما العالم كله اسعاره غاليه. معلش يعني مش معنى اصل حضرتك ايه فرق الاوطان من الاوتيلات كبير قوي. الاوتيل اللي ما يعجبنيش فيه الخدمه اسيبه وامشي. الوطن لا، الوطن ده جزء فيا، انا حته من الوطن وحته مني.
لما الاقي الدنيا مش حلوه مش هاخد بعضي وامشي. انت مش قاعد في كافيه، ده وطنك. فلازم الناس فاهمه كده كويس قوي. واحنا عشان ننجح القضيه الفلسطينيه لا يبقى روحنا معنويه عاليه، ونبتدي نبث روح الثقه ونوري لكل واحد حجمه قد ايه. وتتبع الاخبار من مصدرها الموثوق. لازم يكون مصدر، انا افضل قوي المصادر الرسميه عن السوشيال ميديا، لان انا ممكن دلوقتي اعمل اي خبر في الدنيا. ممكن اعمل خبر ان انا يعني الولاد امبارح عملوا حاجه لطيفه قوي. الشباب المصري عملوا تشيك ان في رفح وهم في بيوتهم، فظهر على جوجل ان في مليون مصري في رفح. حركه لطيفه لكن حركه مش حقيقيه. هيفهماني؟ طبعا. اقصد يعني ان انا ممكن اعمل ده واقول يا جماعه انا جوه اسرائيل وانا قاعد في بيتي. فلازم يا جماعه نستخدم اخبار من مصدرها الموثوق منه عشان ما نتزحلقش وما نخليش حد يزقنا على حاجه احنا مش عايزينها. يعني انا مش بلد صغيره، يعني بلد قديمه جدا وبلد كبيره جدا اكتر من اي حد يتخيل. في ظل ده احنا نشتغل نعمل تنميه. يكفي ان قمه السلام جت في اهم يعني المدن الجديده اللي اقامتها مصر، العاصمه الاداريه، وخلت رؤساء العالم ووفود العالم تنظر الى هذه التنميه. لا هو في عندنا تنميه جامده جدا، بس انا عندي وجهه نظر، انا اسف يعني اقولها، ان الدوله ما عليهاش دور التنميه. الدوله عليها دور انها توجه للتنميه. لكن انا ما ينفعش كمواطن عايز اعمل مشروع قلت تعالى يا دوله اعملي لي مشروع. طبعا ده تهريج والكلام ده غير مقبول عقلا. يعني انا كدوله بديك قوانين واديك الفرص وانت تجري على الله اشتغل، محدش منعك. تستغل الفرص. صحيح. طبعا الشخص العاقل اللي عاوز يعمل شغل هيعمل شغل، لكن اللي عاوز يقعد يندب حظه العسر ما يندب براحته. هنعمل له ايه؟ اصل يعني حضرتك مصر دوله فيها 240 مليون فدان. 240 مليون فدان. المزروع في مصر 5 مليون فدان بس. هو ده عيب الدوله ولا عيب المواطن مش عايز يطلع يتحرك ويزرع؟ احنا عندنا في مصر 156 ألف جمعيه اهليه غير جمعيات الخيريه. كل اللي بيعملوه الناس دول اعلانات في التلفزيون، عايزين نلم فلوس لكذا نعمل جامع كذا. جميل، ده حاجه لطيفه جدا. طب يا جماعه الجمعيات دي ما عملتش مشروع كذا؟ ما دورتش الشغل الكذا من الناس؟ ده دور الجمعيه الخيريه حضرتك. دور الجمعيات الاهليه والخيريه انها تساعد الدوله بمشروعات غير هادفه للربح الشخصي عشان تشغل الناس. ده دورها. هيفهماني؟ صحيح. يعني جمعيات المجتمع المدني عليها دور كبير بس هي ما بتعملوش. كل يعني عندنا كده فكره باليه ان الدوله بتعمل كل حاجه، تاكلني وتشربني وتجوزني وتسكنني. الكلام ده يا جماعه مش منطقي ومش عاقل. مفيش دوله في العالم تعمل كده خالص. صحيح. يمكن سؤال اخير دكتور محمد لو سمحت لي، يعني ان الدوله بعد 30 يونيو اصبحت فعلا تدرك اهميه حروب الجيل الرابع. طبعا احنا محتاجين الوعي ده يصل الى المواطنين بشكل يعني مباشر. بص حضرتك، هو احداث يناير 2009 2011 حصلت بالجيل الرابع كويس، والناس اتضحك عليها بحاجات منها حقيقي ومنها جالها تعاظم عن طريق السوشيال ميديا. الدوله بعد ما ده حصل بدات تعمل، ما كانش عندنا لا معدات ولا اجهزه ولا برامج تفهم ده وقتها، يعني في قبل 2011 ما كانش عندنا الكلام ده. اللي حصل دلوقتي ان احنا بقى عندنا اجهزه، يعني ما حدش تخيل مدى قوه الاجهزه في متابعه ذات. ما حدش بس مدرك ده، لان هو شطاره الاجهزه دي انها تشتغل من غير ما حد يحس بيها. لكن لا، احنا عندنا اعلى برامج على مستوى العالم، عندنا ضباط متدربه على اعلى مستوى على السوشيال ميديا. عندنا حاجه كده يا جماعه، يعني احنا بننافس يعني 4 من الدول الكبرى في القصه دي. يعني الناس بس مش مدركه ده عشان الناس عايشه يعني في ان هو بيشتم براحته. بتشتم يعني ان هو بيتكلم براحته. صحيح. هيفهماني؟ كمان نبقى عارفين ان السوشيال ميديا بقى اثرها اقوى مرارا من اي وسيله اخرى. أنا بشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات وهذه المداخلة. اللواء دكتور محمد مصطفى محروس، دكتوراه في علم الاجتماع الإلكتروني. كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا. فضل حضرتك. مع ألف سلامة.